وحابة أشكركن على الكلام الحلو والدعم. الله يجبر بخاطركن يا رب. وهلأ خلينا نبلش الفيديو. رح أعمل أول شي زي ما سمعتوا كده في بداية الفيديو صوت طيوبة. الفيديوهات متاخدة بصوتها بكل تفاصيلها، والصفحة متفعل عليها الربح وبينزل عليها اعلانات. ومش عارفة الناس دي بتعرف تحط دماغها على المخدة ازاي لما تكون واحدة ماتت واندفنت هي وبناتها وجوزها، وناس قاعدة بتتربح من تعبها وجهدها، وعاملة صفحة على الفيس باسمها. لدرجة ان انا دخلت كمان على قسم حولة كاتبة اسمي طيبة عمري 7، نفس تفاصيل طيبة بالظبط. فانا مش فاهمة الناس دي جنس ملتهم ايه. فانا عاملة الفيديو ده النهاردة لكل محبين طيوبة. يدخلوا على الفيس، طبعا الاسم مكتوب قدامكم، جبتلكم شكل الصفحة عاملة ازاي، وتعملوا بلاغ على الصفحة دي. لازم الصفحة دي تتقفل لان هي تعبت على محتواها، وانا واحدة بصور وعارفة يعني ايه تصوير ويعني ايه روتين يتصور. الموضوع ما بيبقاش سهل ابدا. ودي واحدة ربنا يجزاها كل خير كاتبة بالبنط العريض جدع علشان الناس تبقى عارفة، لان الناس في ناس معتقدة ان هي موجودة. يبقى دي واحدة على الفيس. ندخل على اليوتيوب بقى. اللي على الفيس دي ضروري يا بنات، اللي بيحب طيبة فعلا ومش عايز تعبها ولا جهدها يروح على الارض. يعني انا بعمل كده، بحط نفسي مكانها. هل لو انا مت وحد قاعد عمال ياخد الفيديوهات بتاعتي، هل انا هبقى مرتاحة في تربتي؟ لا طبعا. وخاصة ان الموضوع متعب ومش والنجاح ده عمره ما بيجي بالسهل. وهي تعبت لانها بقالها على التيك توك حوالي 3 سنين بتعمل فيديوهات، وانا متابعاها هناك على التيك توك وعلى الانستجرام. دي واحدة تانية اسمها زي ما انتم شايفين البجاحة كده، كاتبة ام البنات، وعاملة القناة بتاعتها اسمها ام البنات زي ما انتم شايفين. هحاول اعيد لكم المقطع ده تاني. بصوا البجاحة كاتبة القناة اسمها ام البنات، وقافلة التعليقات على كل الفيديوهات. هي بتاخد الروتين بتنزله على القناة عندها، وبتحط اللوجو بتاعها، وبتشيل اسم طيوبة خالص. حقيقي بجد انا ما شفتش بجاحة بالشكل ده. فرجاء يا بنات اللي فعلا حزين عليها وبيدعي لها بالرحمة هي وبناتها وجوزها، ما تقبلوش بده، ومش هينفع نسكت على ده. هي تعبت فعلا على الشغل بتاعها، وتعبت على تصوير روتيناتها، ما وصلتش للشهرة اللي هي فيها. الناس بتدعي لها بس ده في ناس كتير مشاهير ماتوا بس محدش افتكرهم. دي اكيد في بينها وبين ربنا سر خلى كل الناس تفتكرها بالرحمة، وكل الناس تحزن عليها بالشكل ده. بصوا الروتين متاخد بالتفصيل بالظبط بنفس كلامها، وحاطه اللوجو بتاعها، يعني اللوجو بتاع يعني ام البنات. يعني انت عامله قناه مسميها ام البنات ومش ذاكره كمان اسم طيوبه خالص. فحسبنا الله ونعم الوكيل في الناس اللي ما فيش اتعاظ. دي واحده ماتت، واحده توفت، لا يعني اكتر من كده ايه؟ ما فيش اتعاظ خالص. انت ممكن تموتي زيها، تاخدي كده محتوى هي تعبانة فيه بكل بساطة. دي قناة بقى تانية مصيبة خالص. دي بقى مصيبتها مصيبة. دي طالعة تقول ان طيبة عايشة. يعني بصوا الموضوع وصل لغاية ايه. وبيجيلها تعليقات من كل الناس. بص عمالة تعلق وتقول الحمد لله انها بخير، الحمد لله انها بخير. طبعا الناس ليها فيديو متقدم لها وخلاص. فمش عارفة، انا مش عارفة جنس ملة الناس دي ايه. فرجاء كل اللي انا ذكرتهم في الفيديو بتاعي بلاش من اللي بيكذبوا، ملناش دعوة. لكن اللي واخدين روتيناتها وبيتربحوا منها وما عندهمش ذرة رحمة ولا إنسانية، يا ريت نقف وقفة كويسة كده، وقفة عرب، ونبلغ عن المحتوى بتاعهم ده. صفحة الفيس اللوجو بتاعها موجود، والاسمين بتوع القناة دول.